النهارده بقى عامله لك حته فيديو استاهل عليه اللايك والاشتراك وكل حاجه. نفسي فيديو كده يوصل 200 لايك، بس مش هقول انا عايزه 200 لايك والله العظيم. بحبكم، بحب اهزر معاكم كده. اول ما نبتدي الفيديو شفتوا بقى النهارده عامله لكم فيديو جميل والله، بجد 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 هيفرق معاكي. معلش سبت بقى الميزانيات شويه لانه مش كلكم بتحتاجوها، بس بقى الحلقات اللي جايه ان شاء الله باذن الله عامله لكم شويه حلقات كده هتوفر وتدبر معاكي فطار وغدا وعشاء وكل اللي انتي تتمنيه، من غير ما هنحرم ولادنا وهنحوش. وهقولك على فكره، بصي هتخليكي تحوشي فلوس ان شاء الله باذن الله معايا كده. بس ابتدي التوفير واثبتي وقولي في التعليقات ان انا بدات يا سوسو اعمل معاكي اللي انتي بتقوليه ده، وهشوف بقى كام واحد كتب لي كومنت وكام واحد قال لي انا بدات الفكره بتاعتك. خلاص تعالوا بقى مع بعض كده عشان ما اطولش عليكي. انا اسمي سيده حسن، دي قناتي بتضم التدبير والتوفير، وخلاص عرفتوها بقى مش هقدر اقول لكم تاني. طبعا بشكركم كتير 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 لكل الناس اللي بتكتب لي وكل الناس الحلوه العزيزه عليا، القدام والجداد اللي بصراحه بسم الله ما شاء الله عليكم كلكم كلكم ذوق والله بجد. انا مش عارفه اقول ايه عليكم وعلى جمالكم وعلى حلاوتكم، بصراحه بسم الله ما شاء الله عليكم. كل التعليقات جميله وانتوا كلكم بصراحه جمال. تعالوا بقى مع بعض. لو مصروفي 100 جنيه هعمل ايه؟ هعمل فطار وغدا وهحوش منهم، وهقولك هتحوشي كام كمان. تعالي معايا واعملي اللي انا هقولك عليه وهتشوفي. يا ستي انا بصي اسملك الصفحه اهي ما بين الفطار وما بين الغدا، ماشي على اللي انا هقولهولك. بصي حددي لنفسك 10 ايام، قولي انا هعمل اللي سيده قالت لي عليه. والله بجد يا حبيبتي شوفي ال10 ايام دول بجد بجد. لو ما استفدتيش ارجعي تاني قوليلي في الكومنتات انا ما استفدتش. خلاص امشي على اللي انا هقولك عليه بالظبط. بصي بقى يا حبيبتي يا قطتي يا جميله يا غاليه على قلبي، تعالي اقولك. اول حاجه الفطار والغدا. اول يوم هنجيب ب20 جنيه جبنه قريش، هتعمليها كده بالطماطم والفلفل والحاجات دي، وهتجيبي ب10 جنيه بطاطس اللي هو كيلو بطاطس يعني، وتقطعيه وتحطيه عندك في التلاجة بشويه ملح وليمونه وكل ما تحبي تحمري تاخدي حبه منه وتحمري. يبقى كده هنعمل مثلا جبنه قريش وبطاطس محمره الصبح للولاد. خلاص يبقى كده 20 و10 ادي كده معاكي 30 جنيه. هيتبقوا بقى 70 جنيه. ال70 جنيه بقى دي اعمل بيها ايه؟ هجيب ربع لحمه مفرومه وهعمل شويه كفته كده حلوين، كفته رز من اللي انتوا بتحبوها الجميله دي الحلوه. هتكفي معايا ربع اللحمه المفرومه دول يومين على الاقل. هعمل لها الصلصه بتاعتها والتحبيشه بتاعتها الجميله وكل حاجه. ادي كده اتكلفت 50 جنيه للحمه المفرومه. وطبعا الرز بيبقى عندي من الخزين والحاجات اللي انا جايباه من زي ما انا وريتكم كده يعني بشيل فلوس يومين وبروح اجيب الخزين بتاعي مكرونه ورز وبهارات والحاجات اللي انا عايزاها. طيب يبقى كده انا هصرف كام اليوم ده؟ هصرف 30 جنيه للفطار و50 جنيه اللحمه والتحابيش طبعا من عندك في البيت، حتى لو زودنا 5 جنيه مش مهم للخضره والحاجات. يبقى كده هيتبقى معاكي من ال100 جنيه 20 جنيه. حلو قوي بقى، خليلي ال20 جنيه دول على جنب وهقولك هنعمل فيهم ايه في الاخر. تاني يوم طبعا انا عندي الكفته. شفتي بقى وفرت عليكي مش هتقفي في المطبخ. يبقى انا عندي بقى الكفته اللي بدات من امبارح. يبقى انا بس مجرد ان انا هجيب ب10 فول وب10 فلافل. يبقى كده 20 جنيه يبقى هيتبقى معايا 80 جنيه. برضو شيليهم لي كده تاني يوم وهقولك تعملي ايه. 15 جنيه بيض، هنجيب 3 بيضات وهنجيب ب10 جنيه فول نقليهم كده. ونجيب الفول. طبعا لو عندك بطاطس محمره من اللي احنا كنا محمرينها يعني حطيناها في التلاجة حمري جنبهم شويه. ادي كده 15 و10 ادي كده 25 جنيه الفطار. طيب هروح بقى اجيب ب50 جنيه بانيه. وطبعا زي ما قلت لك هتسلقي بطاطستين وبيضايه وهتعملي الناجتس المصانع في البيت، وده هيكفي الربع كيلو ده. اقسم بالله طلع معايا 3 اطباق. يعني انت ممكن تعمليه على يومين، عايزه تاكلوه بالعيش كده وتحمري بطاطس براحتك، عايزه تعملي مكرونه جنبه، اللي انت عايزاه اللي انت شايفاه اعمليه. فهيتبقى معايا 15 و10 ادي كده 25 جنيه للفطار، وكمان 50 جنيه البانيه اللي انا هجيب بيه. ادي كده كام؟ 75. يبقى هيتبقى معايا 25 جنيه. اليوم اللي بعده انا كده كده عندي الناجتس خلاص، يا اما هعمل جنبها مكرونه يا اما هناكلها بالعيش سندوتشات وشويه كاتشب كده عليها، لان احنا في الحر ومش محتاجين ان احنا نعمل طبيخ كتير. خلاص برضو نفس الحكايه. انا مثلا لو جبت هنا ب10 جنيه فول اللي هو ربع يوم، لو جبت ب10 جنيه
شعريه. انا هنا كان قصدي على الشعريه، معلش في حاجات ما كتبتهاش بالله. لو جبت ب10 جنيه شعريه وب15 جنيه نص اللبن اللي انا بجيبه، يبقى كده 25 جنيه، يبقى هيتبقى معايا 75 جنيه احطهم على جنب. طيب هجيب بقى 20 جنيه ايه قرص؟ هتجيبي يا ستي، بصي انا القرص بعملها بكوبايه سمنه من البيت، او نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت وشويه لبن، وبنعمل القرص الجميله بتاعتنا الطريه دي. عندك كذا طريقه، هتجيبي بس مجرد ان انت هتجيبي كيلو دقيق وهتعملي القرص دي ممكن تكفيكي اسبوع تاكلي منها انت والولاد. بس طبعا انا عامله لك كذا بديل، ما احنا مش كل يوم هنفتح قرص وشاي. خلاص هنجيب ربع صدق ب50، وهنجيب ب10 جنيه بطاطس، ونعمل صينيه بطاطس بالصدق كبيره عشان تكفينا يومين، يبقى كده 60 جنيه. وعندنا 20 ادي 80، هيتبقى معاكي 20 يا ستي. لو عايزه تجيبي بال20 جنيه سمنه واليوم ده يبقى ضيعتي ال100 جنيه، خلاص عادي مش مشكله، مش لازم تفوضي حاجه. تاني يوم بقى برضو قرص وشاي، وطبعا هيبقى عندنا بقيه البطاطس والصدق، وكده هتشيلي ال100 جنيه على جنب. تالت يوم هتجيبي بليله باللبن ب10 جنيه بليله، وب15 جنيه نص اللبن، هيبقوا 25 جنيه. طبعا هتجيبي بقى مسقعه، هتجيبي ربع لحمه مفرومه ب50، ب10 جنيه بدنجان ب5 جنيه. انا جايبه 3 كيلو الطماطم ب10 جنيه، مش عارفه بقى عندكم بكام، بس انا حسبتها لانها ب5، يعني كيلو ونص عندنا هنا ب5، يبقى كده 50 و10 ادي كده 60، 65 و25 85، هيتبقى معاكي 10 جنيه. هتقولي لي ايه 10 جنيه؟ هقول لك اصبري عليا بس، ده انا عندي فكره ليكي جميله وهتخليكي تفوضي معاكي كل حاجه ان شاء الله باذن الله. طيب يا قطتي، بعد كده برضو هنفطر قرص بس بقى بشاي بلبن، يعني هنجيب نص لبن، هيتبقى معانا طبعا من ال100 جنيه هيبقى 15 جنيه اللبن، هيتبقى معايا 85 جنيه اليوم ده، ومش هاجي جنبهم هشيلهم على جنب. طيب برضو يوم كده هنجيب 3 بيضات ب10 جنيه فول ادي 25، هنجيب كيلو جناحات وملوخيه، يبقى 50 و10 ادي 60، يبقى هيتبقى معاكي 15 جنيه. مش عايزه يتبقى معاكي ال 15 جنيه وعايزه تجيبي بيهم حاجات براحتك، يعني تزودي البيض ولا حاجه براحتك. فول بالطماطم مثلا تاني يوم ب15 جنيه انا حاسباهم، برضو جنب الملوخيه بقى اللي هتفيض، طبعا كيلو جناحات هيكون خلص، فهنجيب بقى الملوخيه اللي فاضت، هنعمل جنبها بدنجان بقى بالفلفل اللي هي المسقعه، بس القرداحي اللي هي من غير ولا اللي احنا كلنا بنحبها دي، بدنجان وفلفل، وتعملي كده الطماطم كده تسبكيها وتحطي بقى فصين توم، وبقى تبقى بصي والله بجد انا بسيب الملوخيه وباكل المسقعه دي في الرجيم. والله عارفين لو اعملها كل يوم انا ما بشبعش منها، مش بشبع منها، بس يعني بصراحه هي بتاكل، فهناكل بيها وخلاص. يبقى كده 15 جنيه البدنجان والفلفل والطماطم، يبقى كده هيتبقى معاكي 70 جنيه. تعالي بقى اقولك بعد ما يتبقى معاكي ال70 جنيه هتعملي بيهم ايه. هقولك انا مثلا انا بصوا جبت لكم ورق النتيجه اهو. هنقول مثلا ان انا يوم يعني هنبتدي من اول يوم 1 في الشهر، مثلا يوم 1 اهو 1/8، انا بقيت معايا 20 جنيه، فهقوم ماسكه ال20 جنيه اهي لفاها كده في ورقه النتيجه يوم 1/8، وهقوم لفاها كده اهو زي ما انت شايفه. والفكره دي انا قلتها لكم من ايام ما فتحت القناه، فاكرين لما كنا بنحوش لرمضان؟ بقالي يمكن سنه وشويه بقول على الفكره دي. يبقى انا يوم 1/8 هقوم ماسكه كده الورقه بتاعتي، وهقوم ايه شايلاها في برطمان. خلاص يبقى انا قلت يوم 1/8 اهم ال20 جنيه. خلاص تاني يوم نفس الحكايه، 2/8 فاض معايا 80 جنيه، بس انا يعني معيش 80 جنيه دلوقتي انا لسه جايه من السوق صارفه كل الفلوس اللي معايا، يا رب يديني ويديكوا كل الخير. مثلا اهو 80 جنيه او 50 جنيه يا ستي شلتيهم اهو نفس الحكايه، وهحطها يوم بقى 3/8، ما انا كل يوم بحوش حاجه اهو، ان شاء الله 20 ان شاء الله اهو 3/8. هعمل ايه بقى 3/8؟ هقوم ماسكه ال10 جنيه او ال20 جنيه اللي فاضوا مني وايه، وهقوم عاملاهم كده. خلاص الورق ده انا ما برموهوش، انا بستغله برضو زي ما انتوا شايفين كده بس، وهحطه يا ستي كل ده كده في البرطمان، هحطه في برطمان. خلاص اتفقنا؟ يلا بس حطوا اللايك عشان الفيديو يلحق يوصل لكل الناس، عشان تقولوا كده لبعضكم تبقوا كلنا نعمل نفس الفكره. وهنحطهم في برطمان. خلاص اخر الشهر بقى او اخر ال10 ايام، بس بالله عليكي لو عملتي كده وبقى معاكي فعلا اتبقى حاجه، خشي تاني في الكومنت وقولي انا بقى معايا خلال ال10 ايام كذا.
في الاخر بقى هاجي اقوم عدى بعد ال10 ايام اللي انا حوشتهم، هقوم شايفه انا معايا كام. معايا بقى 200، معايا 300، معايا 400. هعمل بيهم ايه بقى يا سيده؟ قولي لنا. هروح اجيب اي خزين ناقص البيت. انا بتكلم على الستات اللي زي حالاتي، اللي المصروف بتاعهم باليوم يا جماعه. في ناس ما بتقدرش تنزل تجيب خزين بيتها كامل، يعني ما بقدرش اروح. انا واحده من الناس والله مش بقدر اروح ان انا اجيب خزين يوم كامل، الا بقى لو عملت جمعيه او حوشت فلوس. فهتعملي ايه بقى زي الشطوره؟ انا معايا 200 جنيه حوشتهم او 100 جنيه. روحي شوفي في ال10 ايام انت حوشتي قد ايه. هاتيلك بقى كرتونه بيض، هاتيلك ستي 3 كيلو مكرونه، 3 كيلو رز. كل الحاجات دي هتبقى متوفره في بيتك، هتوفر معاكي في الفلوس. اقسم بالله هتوفر معاكي. ما تقوليش انا هجيب الاكل يوم بيوم، لان فعلا يوم بيوم ده بيجهدني انا، لاني انا ببقى عايزه ادبر تاني يوم ايه. فانتي لو عندك رز، مكرونه، صلصه، حاجات في البيت، عامله صلصه، عامله حاجه، عامله عصير، عامله حاجه للولاد، ده بيفرق معاكي في الفلوس، وهيبقى دايما موجود معاكي فلوس. اعملي بقى الطريقه اللي قلتلك عليها. الميزانيه عندك اهو انا هقرب لكم اهو عشان خاطر تعملوها كده، تاخدوها سكرين. امشي على الطريقه دي وقولي لي بقى رايك في الاخر. قولي لي 10 ايام حوشتي منهم كام، وان شاء الله باذن الله نبتدي التحدي بقى من النهارده. يلا قومي شطري كده واعملي الورقه دي زي ما قلت لك كده، وان شاء الله باذن الله هتبقي بصي، هتبقي سيده التوفير زي ما بيقولوا. شكرا ليكم. يا رب الفيديو ده يوصل 200 لايك. انا بقول لكم اهو. يا رب يوصل ال 200 لايك. نفسي كده فيديو من فيديوهاتي يوصل ال 200 لايك. بحبكم ان شاء الله باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب دايما فيديوهاتي تكون بتفيدكم، ويا رب اكون ضيفه كده يعني ايه خفيفه على قلوبكم. اشوفكم بقى بخير يا قطتي، ومع السلامه.